هالحزة عاد غدا عشاء، ما صار غدا، الحين الساعة 5. المهم بزين لكم بامية بطريقة مرة تجنن، بالطريقة العراقية. عندي هنا البامية، تبونها الفريش أو تبون المثلجة، حتى لو إذا خذيتوا المثلجة خذوا اللي مكتوب عليها الزيرو، أوكي أطعم. وعندي هنا اللحم سلقته، وهذه مرقة اللحم. طبعا دايما أنا أصور لكم الأشياء السهلة اللذيذة. عندي هنا صلصة وعلبة طماطم طحنتها، أو تبون طماطم فريش أو معلبة، هذه المعلبة. وعندي هنا التمر الهندي باخذ منه ملعقة صغيرة، وثوم. أبى أكتب لكم المقادير وكبشروها. هذا اللحم اللي أنا سلقته وهذه المرقة فصلتهم عن بعض. طبعا حطيت بس بهارات عدلة وبصل وسلقته مع ملح. أوكي، أحطه في قدر فيه زيت شوي وأحركهم. هذه لحمة مسلوقة، أحركها لين التحمر معي. هذه اللحمة أحركها لين تعطيني لون. أوكي، ميزة البامية العراقية يا بنات أنهم ترى ما يحطون بهارات واجد، ما يحطون بهارات مشكلة ويحطون فلفل أسود ويحطون، لا ما يحطون، صدق ما يحطون. الحين بوريكم صدق، يعني حتى يوم سلقت اللحمة ترى ما حطيت عليها بهارات، وإذا حطيت ملح وبصل وبهارات عدلة. وش البهارات العدلة؟ يعني حطيت قرفة، حطيت ورق غار، بس عشان تنكه لي اللحمة شوي، عرفتوا شلون؟ وحطيت نتفة كزبرة ناشفة ملعقة صغيرة، وسلقت اللحمة. هالطريقة هاي هواية طيبة، فديت أهل العراق أني أحبكم وايد. بامية عراقية اليوم. بعد ما اللحمة عطتني لون حطيت البامية، أحركهم كلهم جميع. بعد ما اللحمة عطتني لون حطيت البامية، أحركهم كلهم جميع. بعد ما اللحمة عطتني لون حطيت البامية، أحركهم كلهم جميع. بعد ما اللحمة عطتني لون حطيت البامية، أحركهم كلهم جميع. بعد ما اللحمة عطتني لون حطيت البامية، أحركهم كلهم جميع. بعد ما اللحمة عطتني لون حطيت البامية، أحركهم كلهم جميع. بعد ما اللحمة عطتني لون حطيت البامية، أحركهم كلهم جميع. بعد ما اللحمة عطتني لون حطيت البامية، أحركهم كلهم جميع. بعد ما اللحمة عطتني، أحركهم كذا علشان ما تكسر عندي البامية، لين تغلف كلها بالزيت. اوكي، لا قعدت احرك كل شوي بالملعقة تتكسر البامية علي. طيب الحين احط صلصة تقريبا ملعقة ونص. اوكي، احرك الصلصة هنا مع الزيت من لحالهم شوي، وعقب اضيف الثوم. ترى البامية يا بنات تحب الثوم، كل ما كثرت لي ثوم كل ما صارت أطعم وأحلى. أحرك كل شيء مع بعض. شوفوا كذا عشان ما تكسر البامية عندي. هلا بالريحة الزينة، والله طلعت ريحتها حلوة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله كذا أحس استانس وأنا أطبخ. خلاص الحين أضيف الطماطم المعصورة. تبون طماطم فريش، تبون المعلب، براحتكم. لا تحطون ماء الحين، لا بعدين خلوها تتسبك كذا مع بعض، عرفتوا؟ تسبك كذا شوي، لا تحطون ماء الحين.
عقب تحطون المويه. وحطوا ثوم، ما يحل الباميه الا الثوم. هذه الثوم شلون دائريات، حطيتها مثل ما هي. بخليها 3-4 دقائق تسبك، ثم نضيف عليها مرقة اللحم اللي سلقت فيه اللحم. بخليها 3-4 دقائق تسبك، ثم نضيف عليها مرقة اللحم اللي سلقت فيه اللحم. بخليها 3-4 دقائق تسبك، ثم نضيف عليها مرقة اللحم اللي سلقت فيه اللحم. بخليها 3-4 دقائق تسبك، ثم نضيف عليها مرقة اللحم اللي سلقت فيه اللحم. بخليها 3 البامية بس حرك كذا بس شوي وخليهم يتسبكون كلهم مع بعض. عقب ما حطيت مرقة اللحم خليها تسبك شوي، وعقب اضيف ملعقة صغيرة من التمر الهندي يعطيها الملح، واحط ملعقة صغيرة من التمر الهندي، قلت لكم تعطيها طعم ناطع مرة. اوكي، واحط ملعقة صغيرة سكر واحرك. اوكي خلاص، عقب ما حركته اضيف حسب الرغبة، تبون ولا ما تبون حطوا حبحر. خلاص اتركوه كذا ربع ساعة لين يستوي كل شيء مع بعض، وتقدمون البامية مع رز ابيض. واذا تبون حسب الرغبة عصرة ليمونة بس شوي، ملعقة صغيرة حطوا. حتى يتسع صدرك للحياة. وقل الحمد لله فإن بها تطيب الأحوال، وقل الحمد لله فإن بها تدوم النعم.